بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده معانا مجموعة أخبار كويسة جدا، إن شاء الله تستاهل منكم اللايك والشير، ويلا نبدأ. نيجي مع أول أخبارنا. طلب النادي الأهلي حضور جماهيري كامل لمباراته الأولى في الدوري الأفريقي. طبعا المباراة مع نادي سيمبا، المباراة الأولى هناك في ملعب سيمبا، المباراة الثانية هنا هتبقى في استاد القاهرة. طبعا النادي الأهلي طالب بحضور جماهيري كامل. أظن إن إحنا دولة يعني زي مصر عيب أوي إن إحنا لغاية دلوقتي مش قادرين نكمل عدد في الاستاد وعدد الجماهير. كفاية اللي بيتقال علينا في الدوري السعودي والإعلام السعودي ومقارنته بالدوري المصري. طبعا من حقهم إن هم كدولة زي الدولة السعودية يبقى ترتيبهم الأول في الدول العربية في قوة الدوري بتاعهم، وحقهم إن هم يتكلموا طبعا إن إحنا إزاي مبارياتنا تبقى قوية ومفيش 3-4 آلاف من الجمهور بيبقى موجود، وهم طبعا الساعة عندهم كاملة، فهم بيقارنوا دي بقوة الدوريات. على العموم إن شاء الله يكون في زيادة لأعداد الجماهير والأمن يوافق للأهل. نيجي للتانية أخبارنا. درس الأستاذ المحترم محمد شبانة بيعلمه للمسؤولين في نادي بيراميدز. نسمع أول مقطع من مقطعاتنا النهاردة ونرد عليه بعد المقطع. جاي وعلى فكرة كان جايبه خالد مرتجي النادي الأهلي على إنه خبير تسويقي ومعرفش إيه، كابتن حسن حمدي ده الواقع أنا فاكر اتقالت كده، واكتشفوا ان هو يعني مش على قد طموحهم، فتعين اداري في الناشئين عشان خاطر له مستهدف، ما اعرفش له مستهدف في الناشئين. قالوا ان خد احمد حسن كوكا وسافر بيه صفره هربه بره. ادي الواقعه اللي عليها الخلاف، وان الاهلي اثبت قال ده بالطياره وبتاع وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وان كان راكب معاه في الطياره وجابوا تحركاته من الجوازات لقوا راكب معاه الطياره اللي سافر بها احمد حسن كوكا. الكابتن حسن حمدي قال لك ساعه وما يبقاش موجود في النادي يمشي. الواقعه دي السيد ممدوح عيد بيقول لك مش حقيقيه، وبعت اطلع اعمل بيان وانا هقوله. يعني انت اعمل بيان اسرد فيه قولوا الواقع مش حقيقيه بس وخلص الموضوع. انما ايه الشكاوى، ايه المواضيع دي؟ يعني اذا كان الناس بتتخيل انه الاعلام يستمرأ لهذه الدرجه، اسف والله اسف، اقسم بالله العظيم اقعد في البيت اقشر بصل اهون. فانا نصيحتي للناس في بيراميدز، وانا مش هعمل زي الناس والله اصل مش مصري، اصل ما اعرفش ايه، اصل كان ليه اهداف ايه، اصل هو اتعمل عشان ايه، مش انا ما بخشش ابدا في السكك دي. لكن عليكم ان انتوا لما تتخذوا خطوات لازم تتخذوها دون استعلاء ودون احساس زايد بالذات، ولازم تفهموا ان الاعلام ده يعني هو اللي هيجيب لك حقك. انت شخصيا كبيراميدز لما يكون لك حق بالطريقه دي لا. فالياس وانا دايما اقول كده اهو لبتوع بيراميدز للمره الثالثه او الرابعه حتى بقول تكير، لازم تاخدوا بالكم من الحاجات دي لانها غير مقبوله ابدا. احنا لو قبلناها كميديا هتبقى استمراء بقى خلاص بقى، ده كلام غير مقبول. اللهم بلغت اللهم فاشهد. انا لا عمر حد بيقول له قول ايه ولا ما تقولش، امتلك الحريه المطلقه الكامله. طبعا الرد بتاع الاستاذ ممدوح عيد خلى الاستاذ محمد شبانة هيقشر بصره ويقعد في البيت. يعني الراجل ما ردش بمهنيه او ما ردش بحرفيه او ما ردش ببيان كامل على الاستاذ محمد شبانة، هو بالعكس ساب الموضوع معلق وحاول يشيل الدنيا كلها للاعلام، وحاول يطلع من قضيه احمد كوكا ان هو بريء وان هو مفيش وما كانش يحاول حتى ان هو يهربه، رغم ان احنا عارفين كويس جدا ان الكابتن حسن حمدي بعد الواقعه ديت طلب من اداره الاهلي ان ممدوح عيد ما يقعدش تاني في النادي الاهلي، وطلب ان هو يمشي فورا. طبعا احنا عارفين ان هو الموضوع طبعا ان هو هرب حسن كوكا، هربه من النادي الاهلي وخلاه يطلع يحترف بره. اتهم الاعلام كله ان هو من حزب الاهلي
بصراحه غلط في ناس كتير قوي في الاعلام، وغلط في عادل القيعي واعلام الاهلي والاعلام عامه يعني. بس ايه رايكم احنا هنخلي احمد حسن كوكا نفسه هو اللي هيرد على ممدوح عيد؟ نسمع الفيديو الجاي من احمد حسن كوكا. الفيديو ده بقى له 4 سنين تقريبا، فهنسمع الفيديو الجاي وهو احمد حسن كوكا بيرد نفسه على ممدوح عباس. نسمع الفيديو. ساعتها فين؟ الوكلاء اللي طلعوك بقى على ما بره. كانش وكيل ساعتها، اللي حصل زي ما قلت لك بالظبط ان الناس كلموا مع اتواصلوا مع والدي، وحصل ان انا سافرت وبعد كده دخلت على طول على النادي. طب احكي لي، هقول لك على عنوان تقول لي مدى صحته. كان وقتها اتقال ابن جوزيه هو السبب في ان احمد حسن كوكا هرب، واتقال وقتها كمان ممدوح عيد لو تفتكر. فايه صحه القصه دي؟ ممدوح اولا الناس بتتكلم كتير جدا عن ممدوح ان هو الليجند بتاعي. ممدوح ده زي اخويا، ان احنا وانا صغير خالص اعرفه، يعرف والدي، ليه علاقه كبيره بوالدي. فممدوح ده زي اخويا، فما فيش اي علاقه بيني وبين ممدوح في شغل تعاقديه، ما فيش خالص. عشان برضو في كلام حصل في الفتره الاخيره بتاعت افريقيا ان ممدوح الليجند بتاعي، فانسى الموضوع ده ميت خالص يعني. وحتى كمان بس ممكن ما يبقاش وكيلك، لكن علاقتك القويه بيه من وانتوا صغيرين تخليه، مش هقول يتوسط لك، لكن تخليه يقف من اجل احمد حسن كوكا. او ممكن يساعدني في اي حاجه لان ده اخوك، لكن مش هو الوكيل بتاعي. تمام. فالموضوع ده نقطه، ما فيش موضوع. طبعا هو احمد حسن كوكا حاول ان هو يمحي التهمه خالص عن ممدوح عيد، بس هو غصب عنه ورطه زياده ان هو زي اخوه، والصحوبيه ما بينهم عميقه جدا، وهو حاول يبرأ ممدوح عيد بس هو ادانه. وكده ان احنا عرفنا السبب ان ليه الكابتن حسن حمدي اصر ان هو ما يقعدش في النادي الاهلي بعد الواقعه بتاعت احمد حسن كوكا. ويا ريت يبقى يعرف يرد كويس، ويا ريت زي ما رد على كابتن عادل القيعي وعلى الاعلام يبقى يرد على مرتضى منصور واللي هو اهانه، واهان هاني سعيد وعمرو بسيوني، والثلاثه اتهانوا في قناه الزمالك ومحدش فيهم رد، ولا حد فيهم طلع ببيان، ولا حد فيهم غلط في الاعلام، ولا يعني عملوا كأنهم مش سامعين، ودن من طين ودن من عجين زي ما بيقولوا. الكلام كان على هواهم، وكلام مرتضى طبعا احنا عارفين مرتضى بيوصف الناس دي ازاي. دلوقتي معانا الاستاذ بليغ ابو عايده في فيديو نسمع الفيديو وبعد كده نرد عليه، لان هو هيورينا ان امام عاشور عامل قد ايه في الزمالك، ولسه الدنيا مش مظبوطه في الزمالك من ساعه ما امام مشي. نسمع الفيديو ونرجع بعد الفيديو. ولا مش متقبل البوستر؟ مش متقبل ايه؟ لا مش متقبل في يعني وجوده في الاهلي والطريقه اللي جابها واتكلمت فيها معاك قبل كده. هو راجل جه تاني يوم غنى انا اهلاوي وسطلانه. لا غنى اهلاوي انا وكان جايبها. انت راجل ما كانش يعني ما حدش مقتنع برضه، في ناس ما في حاجات ما بنسمع. لكن فكره ان انت يعني ان انت دلوقتي كل حاجه هو النادي الاهلي دلوقتي اللي انت ما كملتش فيه ليه شهر ولا حاجه، هو كل حاجه وهو عمل لك كل حاجه، والاهلي وتاريخ الكارتات في الاهلي كتير بصراحه. هو البوست عام يعني هو يعني كتير. ما اعتقدش البوست فيه حاجه. انا مش بحكي دي يعني، انا بحكي بصفه عامه على اكتر من موقف، مش ده بس. لا حاجات كتيره. موقف كانه الراجل يعني عايش في الاهلي ليه 20 سنه. مع عاشور يعني ما تقنعنيش حاجه، جمهور الاهلي نفسه مش مقتنع بيه. المهم والواجب عليه الاهلاوي دلوقتي لا انه ما يغلطش في الزمالك. بيغني يا استاذ دكتور وليد لما جاب العربيه وكان بيغني اهلاوي انا. خلي بالك، هل حد في جمهور الاهلي اقتنع؟ خلي بالك هو هيلف يلف بالامان وياخد الحته بتاعت العربيه بالامان. هل حد اقتنع من جمهور الاهلي؟ انت اقتنعت لما امام عاشور بيغني انا اهلاوي انا وفي العربيه ومقتنع والحماس ده، هل كان مقتنع؟ طب كلهم اقتنعوا ولا حد اقتنع؟ الاهلاوي قبل الزمالكاوي طب هديك مثال تاني مشابه في الزمالك وكان امر مرفوض. طب هديك واللقطه ما كانتش حلوه. طب انا هديك مثال مشابه في الزمالك. مصطفى شلبي. مصطفى شلبي قبل ما يروح الزمالك قال ايه؟ قال انه يعني انتشر ان هو اهلاوي. انبي نفسهم مسؤولين، انبي نفسهم قالوا ان هو عايز رئيس النادي قال كده، قال انه اهلاوي جدا وعايز يروح الاهلي. لكن وما ان انتقل والزمالك هو اللي نجح ان ياخد الصفقه وقتها، وراح بقى مصطفى عامل ازاي في الزمالك؟ واضح ان لسه امام عامل مشكله جامده قوي لسه في نادي الزمالك. هو طبعا خروج امام من نادي الزمالك وان هو يجي من النادي الاهلي بالذات طبعا عامل لهم مشكله كبيره جدا. وبعدين حق امام عاشور على جمهور النادي الاهلي ان هو هيتعامل من ساعه ما دخل بوابه النادي الاهلي ان هو هيتعامل زي اي لاعب من لاعبين النادي الاهلي، اذا كان ناشئ او جاي من نادي اخر. اي نادي ليه حق علينا ان احنا يتعامل زي اي لاعب. طبعا هي الدنيا كلها بتبقى احتراف لما اللاعب يمشي من النادي الاهلي، انما ما بيمشي من نادي اخر بيبقى انتماء وجمهور والدنيا ما بتسكت وما بتقعدش. احنا عندنا لعيبه كتير قوي مشيت من النادي الاهلي
لدرجه ان هم قالوا ان ده احتراف يعني ده احتراف وطبيعي ان اللاعب يبقى هنا ويبقى موجود ويمشي ويروح يلعب في اي نادي تاني. انما لما بيمشي او يرتبط اللاعب انه رايح النادي الاهلي بيبقى جماهيريه وناس بتزعل ومش لايق عليه، تبقى حاجات غريبه قوي. انا عموما ربنا معاه، لان احنا عارفين كويس جدا ان امام عاشور خروجه من نادي الزمالك عمل مشكله كبيره، يعني مشكله كبيره جوه النادي وبره النادي وجماهير نادي الزمالك. طبعا هنرجع للي قاله كابتن محمد شبانه عن مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لما كان الدنيا كلها عارفه ان هو عايز يروح الاهلي وعايز يلعب في النادي الاهلي، وراح لنادي الزمالك ولعب في نادي الزمالك، وكان كل ما يجيب جون يبوس في رجليه نادي الزمالك، ده احتراف. انما هو اللاعب كان عاوز ايه؟ كله اتنسى ان مسؤول نادي انبي طلع قال ان مصطفى شلبي اهلاوي وكان نفسه يروح النادي الاهلي، ومع ذلك نادي الزمالك عرض مبلغ اكبر واضطرت انبي ان هي تبيعه لنادي الزمالك. فما سمعناش انتماءات ولا سمعنا اي حاجه، احنا كان ساعتها دي كانت احتراف. وبس كده، وانتهت اخبارنا النهارده. متنسوش اللايك والمتابعه وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل جديد من قناتنا. وبس كده، سلام.